فالذي يعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى لن يستريح في هذه الحياة، وهذه عاجلة شر لهذا المعرض، يعذبه الله عز وجل في كل شيء. وأقسى ألوان العذاب أن يعذبه بما يحب، لأن المرء إذا عذب بما يكره ترك، أما إذا عذب بما يحب لا ينزع. وهذا أقسى ألوان العذاب، يعذب ويصر أن يستمر، ويعذب ويصر أيضا أن يواصل، فلا ينزع حتى يبذل حشاشة نفسه ويهلك. كثير من الناس الذين لا يتمتعون بالذكر، الذكر ده له لذة كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. فقيل له: وما ألذ ما فيها؟ قال: ذكر الله تبارك وتعالى. فالذي لم يتذوق الذكر أبدا لا يشعر بحلاوة الحياة. الذكر وظيفة القلب، فربنا تبارك وتعالى توعد المعرض عن ذكر له معيشة ضنكا، يعذب بحب امرأة لا تحبه وتتطلع إلى غيره، ويعذب بعقوق ولد يحبه ويبذل له ماله ونفسه، والولد أيضا لا يحبه ويعقه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة ليست أن يظهر المرء يعني شيئا من خلال الشر فقط، لا، ليست العداوة أن هو يذبحه بسكين ولا يقتله برصاص ولا الكلام ده، لا. العداوة أن يجبره على معاصي الله، هي دي أقسى ألوان العداوة كما قلت في مقدمة كلامي. يعذبه بما يحب. امرأة همها الدنيا، تريد كل شيء، وزوجها يحبها، فقد يبذل نفسه ويطوف في بلدان الدنيا ويفني شبابه لأجلها، ومع ذلك تتنكر